وبرضو في المرحله دي احنا بنجهز الموقع او الفيلا هنا لخطوه السيراميك او لبند السيراميك، لان احنا هنا زي ما احنا شايفين عندنا البلاط المقاس بتاع الارضيات، بلاط الارضيات مقاسه كبير زي ما احنا شايفين 80 في متر 60، فده لازم الارضيه تتمحر عشان يركب على المحاره على طول ويتلزق بالماده بتاعه اللزق. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن بندين هما تأسيس الكهرباء والسباكة، والنهارده بنشيك عليهم او بنتكلم عنهم اكتر وبنبص على حاجات ناخد بالنا منها، وكمان هنتكلم على بنود تانية. اول حاجة احنا بنشوف التصميم بتاعنا او حتى البلان 2D وبناخد بالنا من الفرش بتاعنا. يعني هنا احنا عندنا هنا هيبقى جزء فيه صالون، فاحنا عشان كده عملنا في الاول هنا كده فيشة، وكمان في الاخر فيشة، وكمان عملنا ان مكان التكييف هيبقى في الجزء ده، والشاشة بتاعتنا في الجزء اللي قدام الصالون. فده كده هو ده تأسيس الكهرباء في الجزء ده. ونفس الكلام في السباكة، هنا ده كده عشان مكان التكييف فأسسنا مواسير صرف التكييفات، وكمان ما ننساش ان احنا لازم نأسس المواسير النحاس بتاعة التكييف، وبنعمل الضغط ده عشان تداري المواسير لو احنا مركبناش التكييف واحنا خلصنا تشطيب. وعلى نفس الطريقه دي بنشوف الاجزاء بتاعه الشقه بتاعتنا كلها هنعمل فيها ايه. يعني هنا برضو كان عندنا السفره وبرضو قدامها بيكون تكييف، فاسسنا الكهرباء بتاعه التكييفات والسباكه وكمان المواسير بتاعه التكييف. زي ما احنا شايفين كده، احنا هنا كده في الحمام بتاع الأوضة الماستر. أول حاجة أول ما بنخش بيبقى موجود عندنا الحوض، بنعمل التأسيسات بتاعته، وبعد كده جنبه كده التويلت، ودي كده التأسيسات بتاعة التويلت. وآخر حاجة عاملينها في الآخر كده البانيو، واحنا كان عندنا هنا بانيو جاكوزي، ودي كانت التأسيسات بتاعته، وكمان عاملين الشاور دفن. ودلوقتي هننزل للبيزمنت ونتفرج على الاعمال اللي بدأناها في البيزمنت، وهي اعمال الاسقف او الجبسون بورد. زي ما احنا شايفين كده، دي كده اعمال الجبسون بورد. بنبدأ طبعا بالتشكيل بتاع الصاج بتاعنا زي ما احنا شايفين هنا كده. ده كده التجهيزات بتاعه السقف، وبيبقى عندنا الاجزاء المعدن دي اللي هي التقويات بتاعه السقف. اول حاجه ماسكه من فوق هي بتكون السي، بنقول عليها السي، وبعد كده بننزل نمسك عليها الاوميجا. واهم حاجه بناخد بالنا فيها من الاسقف، او عشان لو هنراجع على الصناعيه في الاسقف، ان المسافه بين الاوميجا والاوميجا بتكون ما تزيدش عن 60 او 65 سم. وبعد كده بنحط الجبسون بورد بتاعنا على حسب التصميم اللي احنا عايزينه، سواء بقى عندنا السقف فلات او السقف بيت نور او اي شكل، على حسب التصميم اللي احنا بنحتاجه. وبرضه هنا بناخد بصة سريعة كده على التجهيزات اللي احنا عملناها. يعني هنا مثلا دي عندنا تجهيزات المواسير بتاعة التكييفات، بنعملها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده، وبعدين بنحط الضغط البلاستيك دوت عشان لو ما حطيناش التكييف يبقى الشكل بتاعنا في الفاينل يبقى ايه شكله كويس. وهنا برضو ده الصرف بتاع التكييفات برضو بيبقى متأسس ومعمول بالشكل ده. وبرضو بناء على التصميم بتاعنا وعلى الشغل ال2D او التصميم ال3D اللي احنا عاملينه، احنا هنا كده مكان الشاشة بتاعت المكان هنا، وبنبقى عاملينها زي ما احنا بنتكلم على طول، او احنا بنقول على طول ان هي بتبقى على التأسيس بتاعها على العالي، على تقريبا 1.30 متر من الارض. وبرضو دي حاجة مهمة ان احنا بنعمل بين الجزء اللي تحت واللي فوق الخرطوم الكبير ده، وده خرطوم بيكون السمك بتاعه 23 عشان لو عندنا كابل HD ما بيخشش في الخراطيم الارضية او الخراطيم الصغيرة، وبنعمل حسابنا فيه عشان السلك ما يبقاش ظاهر، عشان السلك ما يكونش ظاهر بعد ما بنشطب، ولو عايزين نوصل كابل HD.
وبعد كده هنا ده الجزء بتاع المطبخ بتاعنا، هيبدأ من هنا كده وهيبقى بالمنظر ده كله حرف ال. وهنا برضو الجزء ده هيبقى فيه زي ايلاند هنا كده، فاحنا مجهزينها تجهيز للحوض وكمان التجهيز بتاع الكهرباء عشان لو هنعمل فيه اي ليد او اي جزء فيه اناره او فيش من العلبه من تحت. وبرضو من الحاجات المهمه في المطبخ التجهيز وتأسيس الشفاطات بتاعتنا، سواء شفاط في السقف او الشفاط اللي بيبقى فوق البوتاجاز. واحنا هنا برضو عملنا فكرة بديلة، بدل ما نعمل الصاج او الفليكسبل وهي عملناه بتأسيس او بمواسير السباكة. بعد كده هناخد من هنا كده المخرج بتاعنا اللي هو الشفاط، وهنوصل بين الشفاط وبين الماسورة بتاعة السباكة الفليكسبل الحراري العازل، وبعد كده هيتوصل على بره. فده مهم جدا لان احنا زي ما احنا شايفين هنا مخارج التهوية قليلة، فمحتاجين في المكان يبقى فيه شفاطات قوية، ونفس الكلام تحت البوتاجاز يبقى فيه شفاط. وبرضو في المرحلة دي احنا بنجهز الموقع او الفيلا هنا لخطوة السيراميك او لبند السيراميك، لان احنا هنا زي ما احنا شايفين عندنا البلاط المقاس بتاع الارضيات، بلاط الارضيات مقاسه كبير زي ما احنا شايفين 80 في متر 60، فده لازم الارضيه تتمحر عشان يركب على المحاره على طول ويتلزق بالماده بتاعه اللزق، لان هو ما ينفعش يركب بمونه خالص. فاحنا في المرحله دي بنخلص كل اعمال التكسيرات والتاسيسات عشان الارضيه بتاعتنا نفرشها رمل، وبعد كده نمحرها، وبعد كده نبدا نركب السيراميك.